لو انت اول مرة بتسمعني على اليوتيوب او على فيسبوك، ياريت تعمل اشتراك في القناة او تعمل متابعة على بيج الفيسبوك. ولو انت بقى من المتابعين القدام فياريت تعمل لايك. انا احمد صقر، يلا بينا نكمل القصة. ضحية الجن. سمعتم عن الجن العاشق قبل كده؟ طيب تفتكروا الجن العاشق ممكن يعمل ايه في الضحية؟ يعني ممكن الموضوع يوصل للقتل مثلا؟ قبل ما اقول لكم الحقيقة، تعالوا الاول اما احكي لكم حكايتي واللي حصل من الالف الى الياء. انا كنت منقول جديد لمشرحة ملتحقة بمستشفى حكومية باحدى قرى الصعيد. ناس كتير لما تسمع ان المشرحة اللي انا شغال فيها موجودة في الصعيد يفتكروا ان انا مرتاح وان الشغل قليل، انما العكس هو اللي صحيح. الليلة دي انا كنت سهران جوه الأوضة بتاعتي اللي موجودة جوه مبنى المشرحة. كنت قاعد قدام التلفزيون بتفرج على فيلم قديم لإسماعيل ياسين، وبصراحة كنت ناوي انام بمجرد ما الفيلم ما يخلص. اثناء ما انا مركز مع الفيلم سمعت صوت حد بينده عليا من بره الأوضة وبيقول لي: عايزينك في الاستقبال بسرعة يا دكتور. سمعت الجملة وقمت وانا بنفخ بزهق شديد، ما هو اكيد في مصيبة وجثة عايزين نستلمها يعني. بعد ما كنت ما صدقت اني هرتاح شوية اضطريت ان انا اقوم. نزلت للاستقبال وسألتهم عن الجثة، قلت لهم فين الجثة اللي وصلت، لكنهم اتفاجئوا من كلامي وقالوا لي ان مفيش جثث وصلت اصلا عشان استلمها. سألتهم عن العامل اللي طلع اوضتي وناداني، لكنهم برضو تعجبوا مني اكتر وقالوا لي ان مفيش حد اتحرك من مكانه عشان يناديني اصلا. بقيت محتار وبسأل نفسي: امال مين اللي انا سمعته ده؟ معقول يكون بيتهيألي؟ بس لو تهيؤات هتبقى عبارة عن كلمة، صوت، انما مش جملة كاملة وكمان هسمعها بالوضوح ده. مركزتش في الموضوع كتير، وقفت مع الموظفين في الاستقبال وفضلت اهزر معاهم شوية، وبعدين رجعت اوضتي علشان انام. قررت اني مش هكمل الفيلم، خصوصا اني حسيت بارهاق شديد قوي نتيجة ضغط اليوم. وصلت للدور بتاع المشرحة اللي في اوضتي، وهنا كانت الصدمة. لقيت آثار دم في نص الممر، آثار لخطوات شخص بالدم بادئة من أول الممر وواصلة لحد أوضة تلاجات الموتى. بدأت أتبع الخطوات وأنا كنت مرعوب وخايف جدا لحد ما وصلت لباب أوضة التلاجات اللي كان مقفول على فكرة. فتحت الباب وشغلت نور الأوضة، لقيت آثار الدم مكملة لجوه الأوضة وواصلة لحد مكان معين. المكان ده كان درج من أدراج التلاجة، رقم الدرج كان 7. مش دي المصيبة، الكارثة الحقيقية إن الدرج كان مفتوح وكميات دم رهيبة أول مرة أشوفها في حياتي عمالة تنزل منه كأنها شلالات. لقيت كمان عدد كبير من قطع القطن والشاش على الأرض كانوا مرميين جنب الدم. في اللحظة دي أنا اتخشبت زي الميت ما بيتجمد وبيتخشب بعد ما بيموت بالظبط. ما بقيتش قادر استوعب المشهد، مش عارف أفسر حاجة، إيه اللي بيحصل؟ ووسط صدمتي سمعت صوت جسم معدني بيتحرك ورايا، عامل زي صوت العجل بتاع النقالة. التفت ورايا بسرعة وبالفعل اكتشف ان نقالة حمل الموتى بتتحرك وبتدخل الأوضة لوحدها من غير ما يكون في اي حد بيحركها. في اللحظة دي النور قطع وانا محبوس جوه الأوضة. تلاجة والدرج المفتوح، بحيرة الدم اللي ورايا، والنقالة المتحركة قدامي وسد عليا الباب. انا في النص ما بين كل ده وكل ده وانا في عز الضلمة. ساعتها حسيت بكهرباء في جسمي، نور الأوضة بدأ يرعش. جريت وزقيت النقالة بقوة وخرجت من الأوضة. فضلت أجري لحد ما وصلت لنهاية الممر. كان فاضل لي خطوتين وانزل السلم،
وفي الوقت ده كنت هخرج بره الدور تماما اللي فيه المشرحة. لكن قبل ما انزل لقيت نفسي بلتفت ورايا بشكل لا إرادي علشان أشوف جسم خارج من أوضة التلاجات وداخل أوضة التشريح. ملحقتش أشوفه كويس لأنه كان جسم أبيض شفاف عامل شبه الدخان. أي حد غيري في موقف زي ده أكيد هيهرب ويسيب المكان بدون أدنى تفكير، لكن أنا حسيت إن قلبي قوي وجمد فجأة، معرفش إزاي. وصلني خاطر قال لي أرجع وأشوف إيه اللي بيحصل في المكان بالظبط. حسيت إن اللي بيحصل ده وراه رسالة وهدف، وإن في سر كبير وراه. بالفعل رجعت تاني، بدأت أمشي في الممر بحذر، خطواتي كانت بطيئة جدا. وصلت لغاية أوضة التشريح عشان أبص جواها واكتشف إن النور شغال. في اللحظة دي أنا شفت بنت قدامي، بنت عريانة تماما، قاعدة على الأرض تحت ترابيزة التشريح، ظهرها ناحيتي وكان مرسوم عليه وشم ناحية كتفها الشمال، وكانت بتبكي وبتتألم كتير. في اللحظة دي أنا انعزلت عن المشهد تماما، انعزلت عن الدنيا بالكامل، واتنقلت لعالم تاني بأجواء وشعور مختلفين تماما. كأن روحي خرجت بره جسمي واترفعت لفوق، بقت طايرة عند سقف الأوضة اللي أنا فيها. شفت بنت نايمة على ترابيزة التشريح، حواليها دكتور التشريح والمساعد بتاعه ماسكين الأدوات عشان يبدأوا يشرحوها. لكن كل ما المشرط يلمس جسمها يقع على الأرض، والدكتور يصرخ هو والمساعد بتاعه، وكأنهم في حد بيكهربهم. الموضوع اتكرر كذا مرة لدرجة ان الدكتور بقى عمال يضرب كف على كف. المساعد كان عامل زي المجنون، مش فاهمين ايه اللي بيحصل. لكن الموضوع قلب معاهم لتحدي، والدكتور مسك المشرط وأقسم إنه لازم يشرح الجثة، وقام ضارب المشرط في الجثة، وكأن الجثة عبارة عن بركان انفجر في وشه، بركان انفجر من الدم ويندفع منه شلالات غير طبيعية تغرقه هو والمساعد، وتغرق الأوضة بالكامل. ساعتها النور يبدأ يرعش بسرعة رهيبة، والدكتور والمساعد يسقطوا على بطنهم ويبقوا يزحفوا زي التعابين بالظبط، بيحاولوا يوصلوا لباب الأوضة لكن مش عارفين. ووسط كل ده تقوم الجثة من على ترابيزة التشريح وتمسك المنشار اللي بيستخدم في كسر الجماجم والعظم، وقامت نازلة بيه ضرب على جسم الدكتور والمساعد اللي فضلوا يصرخوا لحد ما غابوا عن الوعي هما الاتنين. الجثة فضلت تضحك ضحكات انتقامية متتالية سريعة ومرعبة، وكانت بتطوف حوالين ترابيزة التشريح بشكل هستيري. في اللحظات دي بدأت أنا أرجع من رحلتي اللي كانت شبه الحلم. لما انتبهت ملقتش حد في الأوضة، والبنت اللي كانت قاعدة قدامي تحت ترابيزة التشريح اختفت. في اللحظة دي بس حسيت بالخوف، ولقيت نفسي بهرب بأقصى سرعة لحد ما نزلت القسم الاستقبال تحت. كان وشي لونه أصفر زي الليمون، ضربات قلبي كانت بتتصارع زي الشتا بالظبط. الموظفين أول لما شافوني استغربوا من شكلي، بدأوا يسألوني عن السبب. حكيت لهم اللي حصل بمنتهى الصراحة. لقيتهم بيبصوا لبعض وملامحهم اتبدلت، كانت كلها قلق وتوتر. كده إحساسي اتأكدت إن الموضوع ده وراه سر غريب، وإنهم مخبيين عليا حاجة، وأصريت إنهم لازم يعرفوني الحقيقة اللي هم مداريينها عني. ساعتها قرر علي إنه يتكلم ويحكي. قال لي اهدى يا دكتور، اهدى وارتاح، وأنا هحكي لك على كل حاجة. وفعلا علي مسؤول الاستقبال حكالي على كل حاجة وعرفني القصة بالتفصيل. القصة هي إنه من 3 سنين بالظبط المشرحة هنا استلمت جثة فتاة عذراء اسمها سماح، عندها 29 سنة، وأهالي البلد عثروا على الجثة مرمية بجوار الترعة،
وكل الآثار المادية اللي كانت ظاهرة على الجثة والمؤشرات بتقول إنها تعرضت لجريمة اغتصاب جنسي. لكن لما طبيب التشريح كشف عليها لقاها ما زالت عذراء. بس ده ما ينفيش وجود جريمة اغتصاب، أو على الأقل اعتداء وهتك عرض، خصوصا إن الجثة والمنطقة التناسلية تحديدا كان عليها آثار دم وآثار بعض السوائل الذكورية، وكمان كان فيها بعض الخدوش والجروح السطحية. ده معناه إن البنت فعلا كانت بتقاوم الاغتصاب، والجروح دي حصلت نتيجة مقاومتها بسبب استخدام الجاني للقوة الغاشمة. الدكتور أخد عينات من الدم والسوائل اللي كانت موجودة على الجثة وبعتهم للمعمل الجنائي علشان تتحلل، وبدأ هو والمساعد بتاعه في تشريح الجثة. لكن الحقيقة إن الجثة كانت رافضة التشريح. يعني أول يوم حاول يشرحها الجثة كانت متخشبة بشكل فظيع، وكان كل ما المشرط يلمسها يتلف ويبقى تلم لدرجة إنه ما يجرحش ولا حتى يخربش. فالدكتور قرر إنه يأجل التشريح لتاني يوم، ولما جه يشرحها في اليوم التاني لقى الجثة قاعدة تحت ترابيزة التشريح وكانت بتبكي. الجثة كانت قاعدة على الأرض وكأنها حية، كأنها لسه فيها الروح. جسمها كان شكله طبيعي جدا، ومفيش أي علامة من علامات الموت كانت ظاهرة عليه، رغم إن امبارح الجثة ما كانتش كده. الدكتور كان هيتجنن وفضل يسأل نفسه هو إيه اللي بيحصل؟ إزاي الجثة تتحرك وتقعد بالطريقة دي؟ وإيه صوت العياط ده؟ معقول يكون مصدره هو الجثة؟ رغم غرابة الموقف إلا إن كل ده ما أثرش على الدكتور ولا حتى منعه من التشريح. بالعكس، ده زادوا إصرار وعزم على سرعة إجراء عملية التشريح بعد ما اتأكد من وجود لغز حوالين الجثة دي، وكان عنده فضول رهيب إنه يكشف اللغز ده. ولما بدأ يشرح في الجثة فجأة نور الأوضة انقطع، وسمعوا أصوات الضحكات اللي كانت ممزوجة بصرخات ما كانش حد يتوقعها. اتسبب في إن الدكتور سقط على الأرض من الفزع هو والمساعد بتاعه، واتفاجئوا بالجثة ماسكة المنشار وبتقطع في أجسامهم. الدكتور والمساعد بتاعه غابوا عن الوعي تماما، ولما فاقوا لقوا نفسهم في أوضة جوه مستشفى بيتلقوا العلاج والرعاية بعد اللي حصل لهم. ولما خفوا من الصدمة وتحقق معاهم قالوا كل اللي حصل، واللي كان غريب بالنسبة لجهة التحقيق وباقي الدكاترة والناس اللي شغالة في المشرحة. الغريبة بقى إن بعد التحقيق مع أهل الجثة اتقال إن البنت تصرفاتها كانت غريبة طول الوقت. يعني طول الوقت حابسة نفسها في أوضتها، مش بتاكل ولا بتقعد مع العيلة تماما، ودايما حزينة وكئيبة، منعزلة عن الجميع. شوية تبقى فرحانة بدون سبب، شوية تبقى حزينة برضو بدون سبب. اتقدم لها عرسان كتير لكنها كانت بترفض. ولما أهلها لقوا إن البنت سنها كبر ولسه ما اتجوزتش خافوا عليها أحسن تبور ومحدش يبصلها بعد كده، خصوصا إن في الصعيد مفيش بنت بتوصل للسن ده وهي لسه مش متجوزة. كل البنات هناك بيتجوزوا صغيرين، ودي كانت حاجة غريبة إنها ما اتجوزتش لحد ما وصلت للسن ده. وده سبب في إن أهلها شكوا فيها وافتكروا إنها مش عذراء. ساعتها أخدوها وراحوا بيها لدكتورة النساء، ووقع عليها الفحص الطبي واللي أثبت إن البنت لسه عذراء. أهلها كانوا هيتجننوا ومش فاهمين إيه اللي بيحصل، وليه البنت اتغيرت فجأة، وليه بقت غريبة قوي كده، وليه كمان عمالة ترفض في العرسان. ما لقوش حل غير إنهم يجوزوها بالعافية. وبالفعل اتقدم لها عريس وأهلها وافقوا عليه واتفقوا على ميعاد كتب الكتاب. لكن يوم كتب الكتاب العريس مات في حادث سير، وكأن البنت دي مبروكة أو إن القدر بيساعدها عشان محدش يجبرها على حاجة. وبعد حوالي سنة من الموضوع اتقدم لها ابن خالها اللي كان مسافر في الإمارات، وفي يوم كتب الكتاب مات محروق جوه بيته بعد ما حصلت حريقة كبيرة في الشقة. هنا بقى كان لازم الأهالي يبصوا للموضوع من زاوية تانية. ما هو أكيد كل ده مش صدفة، وأكيد كمان مش قضاء وقدر، لأ، في سر خطير ورا اللي بيحصل. وبالفعل راحوا لعدد من المشايخ وكلهم أجمعوا إن البنت دي عليها جني عاشق،
الجني مسيطر عليها وممتلكها بالكامل، وكمان ممتلكها ليه لوحده ومش هيفرط فيها ولا هيسمح لأي مخلوق إنه ياخدها منه أو حتى يشاركوا فيها. عشان كده أي عريس بيتقدم لها الجني بيقتله. المشايخ حاولوا كتير إنهم يساعدوا البنت تتخلص من الجني، لكنهم فشلوا والبنت ما كانتش بتديهم الفرصة الكاملة، وده بسبب إنها استجابت ليه من البداية وسلمت ليه نفسها، فبقى من المستحيل إنها تتخلص منه. وفي اليوم اللي البنت ماتت فيه وقبل ما تموت بساعات كانت عمالة تصرخ في الأوضة وتزعق وكأنها بتتخانق مع شخص ما، ولما كانوا يفتحوا عليها الأوضة كانوا بيلاقوها قاعدة في ركن من أركان الأوضة في وسط الضلمة وبتبصلهم نظرات مرعبة ومخيفة. كانوا بيضطروا إن هم يقفلوا الأوضة عليها بسرعة ويخرجوا ويقفلوا الباب. بعدها بساعات البنت اختفت من الأوضة والأهالي لقوها مرمية جنب الترعة، وكأن البنت قررت إنها تقاوم وما تبقاش مستسلمة أكتر من كده. كانت بتصارع الجني، فقرر إنه ينتقم منها وقتلها بعد ما عمل معاها علاقة لآخر مرة. العلاقة عملها قبل ما يموتها. رغم إن الكشف أثبت عذريتها، لكن السوائل اللي كانت على جسم البنت تقول إن في حد اعتدى عليها. قلت له طيب ما يمكن اللي اعتدى عليها ده إنسان مثلا مش جني ولا حاجة. قال لي وهي دي بقى المفاجأة، إن نتائج التحاليل بتاعة السوائل لما وصلت من المعمل أثبتت إن المركبات بتاعة السوائل دي مجهولة المصدر، يعني غريبة وغير متعارف عليها، لا هي البشر ولا حيوان ولا أي مخلوق معروف. وكأن دي الإجابة والتأكيد إن اللي عمل كده في البنت هو جني فعلا ومش بشر. وعشان كده الجثة كانت رافضة إنها تتشرح، أو بمعنى أصح الجني مازال محتفظ بيها حميها حتى بعد ما قتلها. عشان كده أي حد بيقرب منها بيحصل له زي ما حصل للدكتور والمساعد بتاعه اللي قرروا إنهم يعتزلوا المهنة تماما من وقتها بسبب اللي حصل لهم. ومن وقتها وأي دكتور تشريح كان بيرفض يجي يشتغل في المشرحة هنا بسبب الحكاية المرعبة دي. عشان كده ومع مرور الوقت لما الموضوع بدأ يتنسي شوية، كل اللي شغالين في المشرحة بقوا يخبوا الحكاية دي عن أي حد يشتغل جديد معانا عشان ما يخافش ويسيب المكان. أنا كل ده عرفته من مسؤول الاستقبال وأنا مذهول ومش مصدق اللي بسمعه. ولما سألته طيب ليه الموضوع ده حصل معايا اليوم ده بالتحديد رغم إني بقالي فترة شغال في المشرحة هنا، رد وقال لي إن تاريخ اليوم ده موافق نفس تاريخ اليوم اللي الجثة دخلت فيه المشرحة، وإن اليوم ده من كل سنة بتحصل فيه حاجات غير طبيعية، وكأن التاريخ واليوم أصبحوا لعنة. والتاريخ هو 28 فبراير، يعني اليوم ده بقى ذكرى، تقدر تعتبره ذكرى سودة على المشرحة. وكل سنة بنفس التاريخ بيحصل احتفالات جوه المشرحة تخليدا لذكرى الحادثة اللي حصلت هنا. أي دكتور غيري أكيد كان هيسيب المشرحة فورا بعد اللي حصل لي واللي سمعته، لكن بالنسبة لي أنا قررت إني أكمل في المشرحة. لو انت معايا لغاية اللحظة دي فحب اقولك ان انا بحييك. ياريت لو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك، ولو اول مرة بتشوفني على اليوتيوب ياريت تشترك في القناة وتسيب لي رأيك في تعليق. انا احمد صقر، باي باي.